بنرحب بحضرتك في موقع جورنال السويس المنطلق من كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة السويس. ممكن نتعرف بحضرتك؟ أنا العميد عبد المنعم مدير فرع ثقافة السويس. كنا عايزين نسأل حضرتك ايه الدور الأساسي اللي بيقدمه أصل الثقافة للمجتمع؟ هو أصول الثقافة من الأساس، يعني أحد الكيانات اللي بتتبع وزارة الثقافة. هي مهمتها الأساسية هو الارتقاء بالذوق العام وعملية تنوير للناس، عملية تواصل ما بين الناس وبعضيها، اكتشاف المواهب والارتقاء بالمستوى الفني للمجتمع. ده المهمة الرئيسية. ايه الأنشطة اللي احنا بنقدمها أصول الثقافة من خلال المواقع بتاعتنا؟ احنا بنقدم نوعين من الأنشطة، أنشطة أدبية وأنشطة ثقافية أدبية وأنشطة فنية. النشاط الأدبي ده بيبقى عبارة عن محاضرات وندوات وأمسيات، سواء في الشعر. عندي طبعا كأصول ثقافة عندي نوادي أدب. النوادي الأدب من خلالها بيكتشفوا المواهب الجديدة في الشعر والكتابة والقصة القصيرة مثلا. وكمان بيتعمل مسابقات عن النواحي أو المناحي الأدبية على مستوى المحافظة، وبالتالي بتنتقل على مستوى الجمهورية. في ورش أدبية بتتعمل، ورش عن الكتابة. عندنا حاجات تانية في تكنولوجيا المعلومات. اتطور الموضوع العمل لتكنولوجيا المعلومات. هنا بندرس دورات بالشراكة مع وزارة الاتصالات، واحنا عندنا مركز معتمد، والمركز ده بيقدم اكتيفيتي عالية جدا للناس. يعني عندنا ال7 موديول بتوع الاي اس دي ال، وعندنا السوفت سكيلز، وعندنا كورسات للتنمية البشرية. كمان عندنا الماشين لانجوج، بنعلم لغة الروبوت وكيفية التعامل معاه وكيفية نشأته أصلا من البداية. يعني أنا بعلمه الأول يمسك التولز إزاي، بعد كده إزاي يتحكم فيها وإيه المكونات بتاعتها، وبعد كده إزاي يعمل برمجة ليها، وفي النهاية بعد ما بيحركها يعمل إعادة برمجة. في النهاية خالص بيطوع نفسه إن هو يعمل حاجة نشاط مفيد ليه والكل اللي حواليه أو للمجتمع بتاعه. ده بالنسبة للنواحي الأدبية. بالنسبة للنواحي الفنية عندنا طبعا في مسرح وفي موسيقى وغناء وفي فنون شعبية. الفن الشعبي في فرق فنون شعبية وفرق بتمثل التراث للمحافظات. احنا عندنا في السويس التراث بتاع المحافظة هو الفرق السمسمية او آلة السمسمية، العزف عليها والغنى والكلام ده. طبعا السويس من الاساس بلد بطولات وابطال حصل فيها، يعني كان دي حائط الصد الاولاني لينا في الحرب. فالسويس كانت اول بلد يعني تلقت الصدمة الاولى بتاعة الحروب اللي كانت موجودة. ومن الحروب دي بيطلع منها الابداع فعلا. يعني الناس كانت اثناء الحروب في الخنادق بتحفز نفسها بالعزف على آلة السمسمية والغنى والحاجات دي، وازاي يحفزوا الناس ويحشدهم للمعركة. كل ده كان من خلال الفنون اللي موجودة في الفن الشعبي. فرق الفنون الشعبية في منها الأطفال وفي الكبار. كمان احنا استحدثنا فرق لذوي الهمم عشان يعني اعطاء الفرصة ان هو زيه زي الاسوياء. واحنا تعتبر الفرق اللي عندنا على مستوى الجمهورية من الفرق المتميزة، ان الاولاد اللي هم ذوي الهمم الفرق مطلقة ما فيش معاها اسوياء. يعني الفرق بتاعتهم لان هم لو جيت درست حالة الطفل اللي هو من ذوي الهمم، هتلاقي هو بطبيعته بيحب الحركة والفنون ويحب اللعب والتحرك، فبيبقى عالق في ذهنه يعني آلية التعامل. وكمان بتحسني سلوكه من خلالها. لما هو بيبقى حابب الحاجة بيحاول يبذل أقصى مجهود إن هو ما يخرجش بره النظام عشان يعمل الحاجة دي. في عندنا طبعا فرق كورال، سواء كبار أو صغيرين. في عندنا فرقة إنشاد ديني. الفرقة دي برضو بتعتبر فرقة مميزة على مستوى الشرق الأوسط، لأن هي نصها إنشاد ديني إسلامي والنص التاني إنشاد مسيحي كنسي، والاتنين بيعزفوا مع بعض وبيقولوا مع بعض في توقيت واحد. كمان فرق موسيقى عربية. عندي فرقة موسيقى عربية. في عند المسرح طبعا. احنا طبعا المسرح هو من الحاجات المهمة جدا، لأنه هو بيقدم رسالة. من خلالها الرسالة بتتم من خلال النص المسرحي اللي بيتقدم.
في البداية خالص المسرحية عبارة عن ايه؟ عبارة عن مخرج نص الاول، ومخرج بيخرجه، وممثلين بتؤدي النص ده، ومعاها من خلال النشاط ده بيبقى فيه ناس بتخدم على الموضوع نفسه او بتساعد في اخراج الموضوع، زي مثلا مسؤولين الصوت والاضاءة وكيفية اخراج الموضوع كصوت واضاءة، ومهندسين الديكور. فانا لما بعمل عمل مسرحي فتخيلي الكولاج ده كله ان انا بيبقى فيه هندسة ديكور، وفي اضاءه، وفي اخراج مسرحي، وفي مهندسين صوت عشان يقدر يتحكم في الصوت. في البدايه خالص عشان اطلع المخرج اللي هو بكفاءه عاليه بنعمل حاجه اسمها نوادي مسرح. نوادي مسرح بندي مجال للمبتدئين ان هم يخشوا يتعلموا ويبداوا يعملوا نصوص مسرحيه كمبتدئين، وبتخش مسابقه على مستوى الجمهوريه. اللي بيفوز فيهم بيبقى مخرج معتمد، مهندس إضاءة معتمد، مهندس صوت معتمد، ممثل معتمد. وبالتالي هو في البداية بيعمل النص. احنا بنصرف على النص، وزارة الثقافة بتدعم بانها بتصرف على النص ماليا عشان يطلع. بعد كده لما بينتقل من مرحلة النوادي المسرح للإخراج المسرحي للمسرحيات الكبيرة، في الحالة دي المخرج بياخد أجر على الإخراج، ومهندس الإضاءة بياخد عن يعني تنفيذه للإضاءة، وكذلك برضو الديكور، وكذلك الممثلين كلهم من أقل ممثل لأكبر ممثل بياخدوا أجور. هو أهم حاجة إن هو يبقى مؤمن بإن في رسالة هو بيأديها للبلد. ده باختصار كده كل الأنشطة اللي موجودة عندنا يعني. طب كنا عايزين نسأل حضرتك ايه اكتر فئة عمرية بتشارك في انشطة قصر الثقافة؟ هو أنا عايز أقول لك كل الفئات العمرية موجودة عندي، مجرد إن هو بيعي وبيتحرك ويبدأ يفهم كل ده بنبدأ نتعامل معاه. لأن أنا عندي في إدارة متخصصة للطفل، وفي إدارة متخصصة للشباب والعمال، وفي الأنشطة العادية لكل الناس. يعني الأنشطة الأدبية دي للأطفال والكبار لحد آخر مرحلة عمرية. طالما الإنسان بيتحرك وبيقدر يجي، أنت هتلاقي ناس جاية على العكاز عشان يقول شعر أو يقدم نشاط موجود هنا. طيب هل في معوقات معينة بتواجه حضرتك أثناء إدارتك لقصر الثقافة؟ هو طبعا المعوقات الحالية اللي موجودة مستوى او قدر المطلوب للناس قدر كبير جدا، يفوق طاقة اي وزارة ان هي تقدمه بكامل احتياج الناس. يعني الناس محتاجة كل حاجة بأقل سعر، وده اول حاجة مطلوبة. يعني اول عائق موجود عندي، العائق الرئيسي ان احنا الدنيا اتطورت، ما بقاش حد زي زمان مرتب نفسه ان هو كل يوم خميس هيروح يحضر حفلة هيروح سينما، هيروح مش عارف ايه. هو كل واحد قاعد في مكانه، عايز اقول له ان في سينما في المكان الفلاني عشان ما يوجعش دماغه ويروح يلف ويروح يدوب على طول شرب على الحاجه اللي هو الاكتيفيتي اللي هو سواء هيشارك فيها او هيعملها. فمن ضمن الحاجات اللي موجوده ان مفيش تسويق ممول لدى جميع الوزارات في الدوله، كله بيعمل التسويق الالكتروني العادي. في الفتره اللي جايه ان شاء الله هندخل التسويق الممول. عشان انا تسويق ممول يعني ايه؟ يعني انا بمجرد ما ابحث عن حاجه في الاغاني يجيب لي كل الناس، يبدا يبص لي كل الناس اللي قريبه مني كمان في الاريا اللي انا موجود فيها، بتعامل من خلالها عن الحدث ده يعني او الحاجه دي. طب هل في أي خطط لتطوير قصر الثقافة في المستقبل أكتر من دلوقتي؟ طبعا انت شايفه واحنا داخلين ان في عمليه اعاده تطوير وهيكله قصر الثقافه. هيبقى في مكان جديد، هيبقى في جزء فندقي للفرق والحاجات والمخرجين والناس اللي نقدر نستخدمهم من خارج المحافظه. هنطور مستوى الاداء بتاع المسرح، هيبقى على اعلى مستوى. عندنا التكنولوجيا المعلومات مستواها عالي جدا، هندخل معاها الماشين لانجوج بطريقه حديثه شويه. كل القاعات هيبقى فيها قاعات تفاعليه نقدر نقدم فيها كل الانشطه. هنزود عدد القاعات اللي موجوده عندنا، وهيبقى فيها العمليه التكنولوجيه اكتر منها الحاجات اللي هي المانيوال او الحاجات اليدويه. يعني المكتبات هتتطور طبعا من خلال فتره التطوير اللي موجوده. هتبقى مكتبات يعني الغالبيه العظمى منها يبقى مكتبه الكترونيه، وانت موجوده في البيت قبل ما تجيلي وتدوري على الرفوف وكلام من ده، بتخش على الويب سايت بتاعتي
بتخش على الجزء اللي بيخص المكتبة، بتدوري على النوع المعارف اللي انت عايزاها وتتفرجي على، تبحري في المكتبة. في بعض اجزاء بتبقى متاحة يعني فري، وفي بعض اجزاء بتبقى محتاجة انك تيجي تستعيري الكتب. من ضمن المميزات ان احنا عندنا مراجع كبيرة جدا وكتب قيمة جدا لمئات السنين موجودة داخل المكتبات بتاعة أصول الثقافة. ممكن يعني تفيد الباحثين في الأبحاث بتاعتهم، واللي بادئ بالاطلاع أو عايز يطلع على أي نوع من المعارف هتديله اللي هو محتاجه يعني. تمام، بنشكر حضرتك شكر كبير جدا، وبنتمنى إن قصر الثقافة يتطور أكتر في المستقبل ويقدم خدماته للمجتمع كله. إن شاء الله. شكرا شكرا.